الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. أنا أولا أشكر الناس المتضامنين اللي وقفوا معايا اليوم. هذه أول جلسة اللي حضرت لها، وعندي الجلسة الثانية إن شاء الله يوم الاثنين الجاي، وكنطلب من جميع أحرار العيون بالوقوف صفا واحدا ضد الهدوء الفساد. اللي كنقول أنا اليوم نعلن عن ميلاد حركة 7 مارس للتغيير، وهدفها الوحيد وهو طلبنا الوحيد هو ارحلوا بالفساد. وانا كنقول اذا كانت حققت 20 فبراير حققت اهداف في الرباط وفات وجاءت بدستور جديد وجاءت بحزب العداله والتنميه للحكومه، فان مدينه العيون لم يحدث فيها اي تغيير منذ 40 سنه. وانا كنقول هذا اللوبي ما بغى يفهم ولا بغى يستوعب الدرس، لأن الربيع العربي قام الدول العربية كلها باغي يورث ولده منصبه ولا ولد خوه ولا ولد خالته، وهذا الواقع عندنا احنا في العيون، هذا يدمى له الجبين. وفي الأخير أنا كنشكر هذو الناس اللي تضامنوا معايا اليوم، وأختم كلمتي بما حديث النبوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي يكذب فيه السابق ويصدق فيه الكاذب ويخون فيه الأمين ويؤمن فيه الخائن ويتولى أموركم الرجل الرويبضة. قالوا له: ومن هو الرجل الرويبضة يا رسول الله؟ قال لهم: الرجل التافه. صدق رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.